السلام عليكم ورحمة الله. سنقوم الآن بشرح نشاط صفحة 59، وهو قياس شدة التيار والقيام بتعبئة الجدول. صفحة 59 عندما تكون الدائرة مفتوحة والدائرة مغلقة. وها هو النقاط. سنقوم بوضع الأميتر في المنطقة ألف ثم باء ثم جيم ودال. جيم ودال نفس النقاط، يعني بين المفتاح والبطارية، بين المفتاح والمصباح، بين البطارية والمصباح. ونرى ماذا سيحدث ونقوم بتعبئة هذا الجدول بسهولة. سنقوم باستخدام برنامج محاكاة. ها هو لدينا الآن العناصر الضارة. ها هو المفتاح والمصباح وجهاز الأميتر، لديه طرفين موجب وسالب، ويوصل كما قلنا سابقا في الضارة على التوالي مع الضارة. وهي البطارية. نقوم بربط طبعا الموجب مع الموجب، نقوم بتغيير اتجاهي الموجب مع الطرف الموجب للبطارية، والطرف السالب مع المصباح، ثم الطرف مع المفتاح، ونغلق الدائرة. نشغل الدائرة الآن ونرى. الآن المفتاح مفتوح. كم قاس الأميتر؟ 0. نقوم بغلق المفتاح ونرى. هو التيار يتحرك من الموجب للأميتر. أعطانا قياس 119.85 ملي أمبير. نغلق الدائرة. الآن صار الموضع الثاني من وضع الأميتر، وهي المنطقة باء بين المفتاح والمصباح. سنرى نضع هنا الأميتر ونلاحظ ماذا سيحدث. هل سيتغير القراءة أم تبقى كما هي؟ نعيد ربط الضارة ونقوم بتشغيل الضارة الآن. عندما يكون المفتاح مفتوح القراءة 0. طب نغلق الضارة. القراءة 119.85، نفس القراءة اللي كانت هنا. نوقف. نلاحظ إضاءة المصباح كمان. نغلق الدائرة أو نوقف عمل الدائرة ونقوم بنقل الأميتر إلى النقطة اللي هي ج بين المصباح. نقوم بتغيير الاتجاه عشان يطلع السالب مع السالب، نربطه، والموجب مع الموجب، ونغلق الضارة ونشغل الضارة الآن. أضاء المصباح والضارة مفتوحة والمفتاح مفتوح 0 أعطانا. طب نغلق الضارة. أعطانا 119.85، نفس القراءة. آخر نقطة وهي النقطة د. لو جبنا الأميتر بجانب البطارية، جانب البطارية هي نفس، ونغلق الضارة. نقوم بتشغيل الضارة الآن والمفتاح مفتوح. أدانا قراءة الأميتر 0. نغلق المفتاح. أدانا 119.85، نفس القراءة هنا في الموضع ألف وباء وجيم ودال، نفس القراءة، لأن الأميتر ما يشبك أو يربط في الدائرة على التوالي، فيمر نفس التيار في كل النقاط التي ذكرت. بإمكان الطالب تسجيل النتائج في الجدول صفحة 159، وكذلك هو إجابة هذا لسؤال الموجود في أسئلة الدرس صفحة. هذا السؤال في الشكل المجاور مع صحة العبارة: شدة التيار في النقطة د وجيم وباء وألف تكون أقل. طبعا هذا الكلام غير صحيح. في النقطة ألف كما شاهدنا عمليا، نقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم والنقطة د شدة التيار متساوية لا تتغير في أي موضع كما لاحظنا سابقا في النشاط. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق.